معجزات جسم الإنسان. هيا بسرعة تعالوا في الحال قبل بداية الإرسال. قولوا للحاضر والغائب هيا إلى كوكب العجائب. الو يا فراولة، بكلمك بقالي كتير، مش بتردي عليا ليه؟ ميعاد حلقتنا قرب. معلش يا فيروز، اصل انشغلت انا كمان بعمل بشاميل. عندنا عزومه مفاجاه، عم توفيق وعيلته جايين عندنا. طيب يعني مش أنا لوحدي اللي مشغولة؟ اخبار له الفسفوسات بتاعتك ايه؟ تاني يا فراولة، قلتلك فسيفساء. فسيفساء يعني فن الرسم بالقطع الصغيرة. ايوه خلاص حفظتها، فسيفساء. المهم خلصتيها عشان نبدا الحلقه؟ لا لسه، بس هشتغل وأنا في الحلقة عشان لازم أسلمها بكرة الصبح عشان تلحق تتعرض في معرض النادي. طب يلا انا جاهزه، حطيت المعلقه والشوكه اهو، قصدي السماعات والميكروفون. ايه صوت الخبط والرزع ده؟ انا بقولك بعمل بشاميل وبقلبه، ما ينفعش اوقف تقليب. ولا انت عايز البشاميل يكلكع وماما تزعل مني؟ طيب يا فراولة ماشي، أمري لله. هنبدأ، بس بقولك ايه، وطي صوت التقليب شوية ماشي؟ اهلا وسهلا اصدقائنا اللي بيسمعونا من كل مكان. معاكم فيروز وفراولة. احنا النهارده متحمسين قوي عشان هننقل لكم حدث رهيب تحفه ما حصلش قبل كده. ياه، أنا متحمسة قوي. يا ترى فريد هيفوز؟ يا رب يا فراولة، هو بصراحة اتمرن كتير قوي. احنا لسه ما قلناش لاصحابنا ايه هو الحدث اللي احنا منتظرينه. يا كل أصحابنا فضوا نفسكم واسمعوا معانا أحداث سباق جري 5 متر. فيروز، انت متأكدة انه 5 متر بس؟ ولا يمكن تقصدي 5 كيلو متر؟ متأكدة، سفروت قال لي كده. تريرين اهو ده اكيد فريد بيتصل. ألو أيوة يا فريد، عامل ايه؟ مستعد؟ احنا متحمسين قوي، ان شاء الله هتفوز المركز الاول وتشرف كوكبنا. ايوه يا فريد، خلي بالك بس من كابتن ساق، لحسن ده شكله سريع قوي. والجو عندك عامل ايه على كوكب العجائب يا فريد؟ اكيد يجنن صح؟ ايه ده؟ امال فريد مش بيرد علينا ليه؟ يا فريد! يا جماعة يا جدعان ما تسمعوني. فراولة، فيروز، اسمعوني بقى. يوه، ايوه يا فيروز، ايوه يا فراولة، بقالي نص ساعة بكلمكم، اسكتوا شوية عشان تسمعوني. انا سفروت مش فريد. ايوه يا سفروت، عاملين ايه؟ خلي بالك من فريد وشجعه بكل قوتك. هو فين فريد اصلا؟ انا مستنيه من الصبح لسه ما جاش. يا خبر ابيض، ازاي الكلام ده؟ مكلمنا من 7 ساعات وقال لنا انه قرب يوصل كوكب العجائب. لا يكون التوك توك الفضائي اتعطل بيه. طب يلا نكلمه. ما انا بكلمه مقفول. ايه؟ بتقول ايه؟ يا دي المصيبة دي كمان، البشاميل كلكع. والفسيفساء باظت. عجيب كوكب العجائب. يا دي الورطة اللي أنا فيها، أخلص منها إزاي بس؟ يا اسطى شرشر اصحى بقى، أنت نايم ولا مغمى عليك ولا إيه الحكاية بالظبط؟ يا اسطى شرشر، أنت قلت لي سوق مكان التوك توك الفضائي على بال ما تنام ربع ساعة بس، أدينا دخلنا دلوقتي في 6 ساعات بحالهم، اصحى بقى، رجلي وجعتني من سواقة التوك توك الغريب ده اللي سواقته شبه سواقة العجلة، مش عارف أوصل كوكب العجائب. رجلي يا اسطى شرشر قوم الحقنا. عجيب كوكب العجائب. فريد؟ هو ده فريد ده؟ ده هو فريد. ايه اللي حصل لك يا فراولة يا فيروز؟ ما تقلقوش، فريد وصل الحمد لله. هو بس شكله مرهق شوية ووشه ملخبط شوية ورجله معوجة حبة، بس هو كويس هيبدأ السباق ان شاء الله. أبدأ السباق ازاي بس؟ أنا تعبان قوي. ما انت كان لازم تدوس فرامل يا فريد قبل ما تترزع على أرض كوكب العجائب. ما أنا جالي شد عضلي جامد قوي وده اللي خلاني معرفتش أدوس فرامل والحق نفسي قبل ما اترزع على كوكب العجائب بالتوك توك بتاع الأسطى شرشر ده. يا اسطى شرشر انت لسه نايم؟ معلش كله هيبقى تمام. ازاي بس يا سفروت؟ هو السباق فاضل عليه قد ايه؟
نص ساعة. يبقى مفيش فايدة. ايه مالكم يا جماعه؟ في اي مساعده اقدر اقدمها؟ شكرا يا كابتن ساق. فريد عنده شد عضلي جامد. ايه بتقول ايه؟ لا 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 لا، انا بخاف من الشد العضلي قوي، دي نقطه ضعفي الوحيده. لا 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 سامحوني، مش قادره اتمالك. اعصابي. ده ايه اللي حصل لها ده يا سفروت؟ شكلها كده اغمى عليها. عجيب كوكب العجايب. معلش يا عمو، معلش يا طنط، اصل المكرونه لسه بتجهز عشان البشاميل كلكع مني كذا مره. محتاجة مساعدة يا فراولة؟ أنا بعرف أعمل بشاميل هايل. لا شكرا يا عمو، انا بس اتلبخت بسبب الشد العضلي. يا خبر، ألف سلامة عليك يا فراولة، وبقيتي كويسة؟ لا ده فريد اللي عنده شد عضلي وتعبان قوي. طيب كلميه بسرعة وأنا هقوله على تمرين يعمله عشان يرتاح. هو أكيد عمل مجهود جامد جدا بشكل مفاجئ مش متعود عليه. الو ايوه يا فريد، عامل ايه دلوقتي؟ دكتور توفيق هيقول لك نصايح عشان الشد العضلي، سامعني؟ أيوة يا فريد، مد رجلك كويس وافردها على قد ما تقدر، ويا ريت لو حد جنبك يعمل لك مساج بسيط كده. حاضر يا دكتور، انا متشكر قوي. تعالى بقى، ده انا هعمل لك مساج ما حصلش. بالراحة يا سفروت، كفاية ضرب بعد مساج ده. حرام عليك، هتبوظ لي رجلي السليمة. ايه الدوشه دي؟ انا فين؟ انا خلصت استباق ولا انا راحت عليا نوم؟ وفين كابتن ركبه صديقي؟ سابني وراح فين بس؟ الحمد لله على السلامة يا كابتن ساق، خضتني عليك. كفاية يا سفروت كفاية، ارحمني. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا سفروت؟ بعمل له مساج ما حصلش. انت كده بتعمل عجينه ال10 دقايق يا سفروت. وريني كده. المساج بيكون بالطريقه دي، شايف؟ ايوه يا كابتن ساق، ريحتني كده، كتر خيرك. الشد العضلي بدأ يخف شوية. ايه بتقول ايه؟ شد عضلي؟ لا 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 لا، مش قادر اتمالك. اعصابي تاني. لا استنى يا كابتن ساق، فوق معايا ربنا يخليك. السباق قرب، هعالج مين ولا مين؟ فين اعصابك وانا اجيبها لك؟ اعصابي متصله بعضلات يا سفروت، وهي اللي بتوصل الرسائل العصبيه من المخ للعضلات عشان تنقبض وتنبسط. طب ما تدور كده على اي رسالة عصبية تخليك تنبسط وتفرح عشان تهدى وتطمن. انبسط وافرح ايه يا سفروت؟ يا سيدي تنبسط يعني تتمدد، زي مثلا لما تفرد صوابعك وانت بتشاور لحد وتقول باي، وتنقبض يعني تنكمش وتنضم على بعضها، زي لما بتضم صوابعك على بعض لما بتلعب ملاكمة. طب وليه كل ده؟ عشان اقدر اتحرك وامشي واجري واتنطط لازم عضلاتي تنقبض وتنبسط. طب وايه فايدة العظام بقى؟ العظام هي اللي بتتسند عليها العضلات وبتقويها، ولما العضلة بتنقبض بتشد معاها العظمة اللي مرتبطة بيها، فاستك بتتحرك وتمشي وتجري. ايوه هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، لحسن السباق قرب خالص. السباق ده انا نسيت. امال مين الكابتن اللي متشلفط ده؟ وايه اللي حصل له؟ ده فريد. انت نسيت ولا ايه؟ ما انا لسه قايل لك ده عنده شد. بتقول شد ايه؟ شدوا معايا كده، خلينا نقومه يا كابتن صخر، ربنا يكرمك. يا خبر ابيض، ده انا كنت فاتح البث كل ده والناس سمعونا. طب ايه يا اصدقائنا، هنرجع لكم تاني بعد ما فريد يبقى كويس، تابعونا. أهلا أذن أهلا لسان، أهلا بمعجزات جسم